من شوية قعدت مع نفسي أفكر إني بعد فترة معينة ممكن يكون عندي أطفال وأكون مسؤول عن تربيتهم وأفكارهم وجزء كبير من شخصيتهم، وإني لازم أطلعهم للمجتمع أشخاص أسوياء. لكن هل أنا شخص سوي؟ ويعني إيه أصلاً شخص سوي؟ فبحثت ودورت وقرأت. السوي من السواء، أي الاعتدال والاتزان. وقبل ما تفكر إنه شخص خارق، خلينا أقولك إن السوي هو الشخص الطبيعي، أو خلينا نقول هو الشخص اللي قادر يكون طبيعي، قادر يتعامل مع مشاعره بدون ما يضر اللي حواليه، قادر يبني علاقات أساسها الاحترام المتبادل، شخص فيه عيوب عادي لكنه ما بيوجههاش ناحية غيره. شفت الموضوع بسيط إزاي؟ بس لحظة واحدة، الكلام اللطيف ده بمقياس مين؟ بمقياس مجتمعنا الحالي؟ طيب هل اللي وضعوا المقياس ده أسوياء أصلاً؟ خليني أقول لك إن زمان الأشخاص اللي كانوا بيصابوا بالشيزوفرينيا والهلوسة كانوا بيعتبروا أشخاص قديسين وأصحاب كرامات ورؤى، فليه ما يكونش مقياسنا النهاردة غلط؟ دراسات بتقول إن أكتر من 70% من الناس عندهم اضطراب أو خلل نفسي معين، وهنا السوي هو اللي بيقدر يخفي عدم سويته. انت ممكن تكون متلاعب وكذاب ونرجسي، لكن عندك ذكاء اجتماعي يخليك تقدر تخفي كل ده وتكون في نظر الناس شخص سوي. وده شيء مرعب يا سيد، مرعب، لأن السفاحين الأخطر في العالم كانوا مصنفين على إنهم أشخاص أسوياء. لبس مهندم، طريقة كلام لبقة، ومنصب ووسامة ولطف، لكن كل ده كان قناع بيخفي وراه مش مجرد خلل نفسي بسيط، لكن شذوذ نفسي خلف وراه عشرات الجرائم. الشيء المرعب كمان إن مفيش حاجز واضح بينك وبين المجرم، مفيش حاجة معينة تقول أنا سوي وهو غير سوي، وده معناه إننا ممكن نتحول لسفاحين في أي لحظة. كنت لسه من شوية قاعد مع كارل يونغ وأكد لي إن كلنا جوانا بذور من اللاسوية، وكلنا عندنا ظل مظلم مليان أفكار بشعة ورغبات عدوانية، والفرق بيننا وبين أي مجرم إننا بس بنكبت الظل ده. والحقيقة إن دي حاجة مهمة جدا، إحنا مش ملايكة ومش مطلوب مننا نكون كده، بالعكس لازم نكون عارفين إن جوانا وحش ولازم نكبته. المجرم بيحرر الوحش اللي جواه وما بيحسش بالندم، وهو ده الفرق بين السوي واللاسوي. هما ما بيقدروش يحسوا بالتعاطف، لكن إحنا نقدر، والشعور ده يمكن هو الحاجة الوحيدة اللي بتفرقنا عنهم. فلما تحس بالذنب بعد غلطة، اطمن، انت لسه إنسان سوي.